السلام عليكم. في الحلقتين اللي فاتوا من سلسلة حرص من الهاكرز من السايبر سيكيورتي وورلد، اتكلمنا عن مبادئ لازم نمشي عليها في السايبر سيكيورتي فيلد، واتكلمنا كمان عن الكونفيدنشياليتي والانتجريتي والافيلابيلتي، مثلث الامن السيبراني السي اي اي، بحيث ان هي تبقى تشيك ليست عندنا لاي سايبر سيكيورتي اركتكت لازم يمشي عليها عشان يتاكد ان السيستم بتاعه امن وفي السليم. في الحلقة دي هنركز أكتر على السايبر سيكيورتي اركتكت نفسه، إيه هي وظيفته، وإيه هي طريقة التفكير اللي المفروض تبقى عنده في السبكونشس ويشتغل بيها اوتوماتيكلي من غير ما يفكر، إيه هي عدة الشغل اللي المفروض يشتغل بيها، وأخيرا إيه هي الدومينز اللي بيشتغل عليها. يلا بينا على طول على اللايت بورد عشان نبدأ نشرح الاليمنتس دي. خلونا نبدأ بأول حاجتين وهما الرولز والمايند سيت بتوع أي سايبر سيكيورتي اركيتكت. أول انتيتي في أي بروجكت بيتم التعامل معاها وهما الستيك هولدرز. الستيك هولدرز دول أصحاب الشأن من الآخر، يعني لو أنت شغال في سيرفيس بروفايدر، الستيك هولدرز في الحالة دي هما الكاستمرز، من الآخر الناس اللي بتدفع عشان أنت تطلع قماش اللي هما عايزينه. خلونا ناخد المثالين اللي جنب بعض دول. اول مثال اللي على الشمال ده بنتكلم فيه عن المهندس المعماري، والتاني هنا هو الاي تي اركيتكت، المسؤول عن ان هو يعمل الاي تي سيستم بتاعك. في الحالتين كله بيبدأ مع الستيك هولدرز. دي حلقة الوصل ما بين المثالين بحيث بناخد منهم المطلوب. ففي الحالة دي المعماري هنا بيبدأ يفكر، هو احنا بنبني مبنى ولا بنبني شركة ولا بنبني مول ولا بنبني ايه بالظبط؟ طيب لو بنبني فلنفترض بيت، طب البيت ده بيت صغير ولا بيت عيلة، وهكذا. وفي المرحلة دي بيبقى عندنا فكرة احنا رايحين فين، والتصميم بتاع المبنى ده ممكن يبقى عامل ازاي، ونقدر نحط شكل مبدئي للسعر والتكلفة. ومن هنا المعماري هياخد كل ده ويعمل بلو برينت، والبلو برينت دي بيبقى فيها الرسم التخطيطي للمبنى. بعد كده بيبدأ يعمل هاند اوفر للمقاولين او للكونتراكتورز عشان يبدأوا يشتغلوا بنا في المبنى. تمام، من سباكين، من حدادين، من بنايين، كل المقاولين اللي بيقدروا يشتغلوا في المبنى ده. طبعا المعماري هنا بعد ما هيخلص الشكل المبدئي للبلو برنت للمبنى لازم يبدأ يفكر في السكيورتي والسيفتي بتوع المبنى ده او بتاع البيت ده. فمثلا هيعمل هنا سمارت لوكس، مثلا هيعمل يحط هنا مثلا كاميرات مراقبة عشان يقدر يأمن حوالين البيت. هيحط مثلا عوازل للحرايق هنا ما بين كل سيكشن والتاني. تمام، وده خلي بالكم ده المسمى بتاع الفاير وول كمان هنا. عوازل الحرايق اللي بتبقى في البيوت مسمى الفاير وول كمان هنا، وهكذا. فدي هي الحاجات اللي ممكن نزودها على التصميم بتاعنا عشان نخليه مكان آمن أكتر ومحمي. تعالوا بقى نبص إيه على المثال بتاعنا بتاع الاي تي الجميل ده. طبعا هنبدأ برضو بالستيك هولدرز. بدل ما الاي تي اركيتكت هيشتغل على بلو برنت زي ما كان المعماري شغال، هو هنا هيبدأ يشتغل على ايه؟ نتورك دايجرامز بتشرح التصميم بالتفصيل من هاي ليفل ديزاين، من هاي ليفل ديزاين للو ليفل ديزاين. تمام، كل ده عشان يبين التفاصيل بتاعة التصميم وعلاقة المكونات بتاعة السيستم ببعضها. طبعا بعد كده هيترجم الكلام ده كله في هيئة اي تي اركيتكتشر. هنا عندنا اليوزر الجميل اللطيف المبتسم ده
بيستخدم ورك ستيشن زي موبايل ديفايس او ديسكتوب ديفايس، وبعد كده هيدخل على النتورك بتاعتي، بحيث يكون عايز مثلا يدخل على ابلكيشن سيرفر او منه على ويب سيرفر، وبعد كده يروح على الداتابيز اللي فيها الداتا اللي هو كان عامل لها ريكوست من الاول. طبعا ده مثال بسيط جدا لاي تي اركيتكتشر. دلوقتي الاركيتكت هيبدا يدي هاند اوفر لمين؟ الانجينيرز. والانجينيرز هنا هم المقابل ليهم في المثال الاولاني الكونتراكتورز، عشان يبتدوا الشغل الحقيقي. خلوا بالكم ان الاركيتكت كل ده شغال على ايه؟ على وايت بورد، لكن الانجليزي بيشتغلوا على ايه؟ على كي بورد. تمام. وهيبدا يسلم شغله للانجينيرز اللي هيشتغلوا عشان يبداوا يمبلمنتوا السيستم ده. وتيجي اهم مرحله دلوقتي بالنسبه للسايبر سيكيورتي اركيتكت، وهي انه يبدا يفكر ازاي السيستم ده ممكن يضرب. وده الفرق ما بين النورمال اركيتكت والسايبر سيكيورتي اركيتكت. احنا دايما بندور على الخازوق. فين الخازوق؟ الاركيتكت العادي بيفكر ازاي السيستم هيشتغل، لكن احنا كسايبر سيكيورتي اركيتكتس لا، احنا بنفكر ازاي السيستم اللي علينا ده هيضرب عشان نقدر نحميه كويس. وعشان نقدر نفكر في الخوازيق بتاعت السيستم بتاعنا ونقدر نحميه ونحط السكيورتي ميجرز بتاعنا على السيستم، طبعا السايبر سيكيورتي اركيتكت لازم في الاول يبقى عارف ازاي السيستم ده ازاي بيشتغل بالتفصيل، عشان يقدر ازاي يفكر ممكن ان هو يضرب مننا، وعشان بعد كده يحط بعد كده سكيورتي ميجرز عشان يحميه. تعالوا نبدأ بشوية أسئلة كده. عندنا مثلا اليوزر ده، ايه اللي ممكن يحصل هنا؟ ممكن مثلا حد يسرق الباسورد بتاعه. في الحالة دي ممكن نعمل ايه؟ حاجة اسمها زي مالتي فاكتور اوثنتيكيشن. تمام. وقلنا هنتكلم عن المالتي فاكتور اوثنتيكيشن في الايدنتيتي وورلد ان شاء الله بالتفصيل. طيب لو بنتكلم على الورك ستيشن، افرض عندنا الورك ستيشن دي مثلا فيها فيروس. تمام. فده لو موبايل ديفايس ممكن نعمل ايه؟ نحط موبايل ديفايس مانجمنت. تمام. وده لو جهاز تاني مش موبايل مثلا ممكن نحط ايه؟ اي دي ار، اند بوينت ديتكشن اند ريسبونس، او انتي فيروس سيستم. تمام. طيب في حاله النتورك بتاعتنا ممكن نحط ايه؟ ممكن نحط فايرولز. تمام. والفايرولز دي عشان تقلل انتشار الاتاكس في الشبكه. يعني لو في عندك اتاك الفايرولز تبقى ايه؟ الفايرولز تبقى دي ديفense لاير بتاعتك. وفي الاخر لحد ما اوصل للداتابيز ابدا اعمل ايه؟ طبعا انكريبشن للداتا بتاعتي. طبعا بالنسبه للانجينيرز هيبدا يبقى عندي كذا تيم. فمثلا في تيم بتاع الداتابيز ادمنستريتورز، هم المسؤول عن الداتا انكريبشن جوه الداتابيز. تمام. هيبقى عندي نتورك ادمنز مسؤولين عن الفاير وول كونفيجريشن، وهيبقى عندي تيم مثلا الاند بوينت. تمام. هيبقى تيم عندي مسؤول عن الايدنتيتي اند اكسس مانجمنت، هو المسؤول ان هو يكونفيجر المالتي فاكتور اوثنتيكيشن وينفورس البوليسي بتاعته. فانت كسايبر سيكيورتي اركتكت لازم تفكر على الوايت بورد. تمام. مش الكيبورد. الكيبورد دي الفانكشناليتي بتاعه الانجينيرز، هم اللي بيعملوا الامبلمنتيشن. ولازم تفكر ازاي السيستم ده تمام بيشتغل ازاي بالظبط. لازم تعرف بيشتغل ازاي بالظبط عشان تقدر تفكر هو ممكن يضرب ازاي، وتدور على الخازوق وتفكر ازاي تتفاداه. تعالوا دلوقتي نتكلم عن عدة الشغل بتاعت السايبر سيكيورتي اركيتكتس او التولز اوف تريد. في عالم الاي تي في دايجرامز معينة السايبر سيكيورتي اركيتكت لازم يستخدمها. في مثلا البيزنس كونتكست دايجرامز، والسيستم كونتكست دايجرامز، والاركيتكت اوفر فيو دايجرامز. دول 3 امثلة مهمين لازم نتكلم عليهم.
فمثلا البيزنس كونتكست دايجرام من اسمها كده هي متمحورة حوالين ايه؟ البيزنس. تمام. فهنا بتبين علاقة كل انتيتي ببعض في السيستم. المثال عندنا هنا مثلا البيلدرز، تمام، البنايين، وعندنا الماركتينج تيم، وعندنا برضو التريد التريدمنز، تمام، او الحرفيين من الاخر. وفي الاخر طبعا البايرز، الشاري اللي هيكيش. فالدايجرام ده هو very very high level، تمام، دايجرام يبين لك اللاين اوف ايه، اوف بزنس. عشان كده هو بزنس كونتكست دايجرام. تمام. ديك هاي فيو كده عن ايه، عن البيزنس نيد بتاعت البروجكت دي. بعد كده عندنا السيستم كونتكست دايجرام. احنا هنا هناخد البيزنس كونتكست دايجرام وهنفككه كذا حته بحيث يترجم للسيستم بتاعنا. طبعا في السيستم كونتكست دايجرام في النص هنا هنلاقي الزنانين بتوع البروجكت للاخر، لما مؤاخذه يعني لو حد بي ام بيتفرج علينا، هم البروجكت مانجمنت تيم او البروجكت مانجمنت سيستم. تمام. وفي طبعا فاينانس سيستم. تمام. وطبعا البلو برنت. تمام. وعندنا البرميتنج سيستم، الناس المسؤولين عن التصاريح. وطبعا الجي يو اي عشان الكاستمر انترفيس. وده مثال بسيط قوي ازاي الاي تي سيستم يقدر يترجم ويدعم البيزنس موديل. تمام. هنا العلاقة ما بين البيزنس والسيستم. بعد كده نقدر نروح للاركتكتشر اوفر فيو دايجرام. هنا عندنا البروجكت داتابيز، وعندنا سكادول بياخد ستيتس انبوتس، وطبعا بعد كده تبدا تريبورت، وبعد الريبورت تبدا تجنريت alerts عشان تقدر تتراك لو احنا مثلا اوفر بادجت او بيهايند سكادول او واتس ايفر. لو تاخدوا بالكم في كل الدايجرامز دي، تمام، احنا مع كل دايجرام من دول بنزود تفاصيل اكتر عن البروجكت والسيستم بتاعنا. وكل ده يعتبر حاجه كده زي ايه، لينجوا فرانكا، تمام، لغه مشتركه كده للتصميم بتاعي. اي اركتكت يقدر يشوف الدايجرامز دي ويفهم ايه المفروض يعمله بالظبط. يعني هيفهم، هيبص على البيزنس كونتكست دايجرام، هيفهم ده البروجكت ده الهدف منه اكس في البيزنس. وبعد كده يقدر يشوف السيستم كونتكست دايجرام يربط البيزنس بالسيستم، فيعرف الدنيا ماشيه ازاي والعلاقه ما بين البيزنس والسيستم اللي هيبدا نعمله. وفي الاخر يشوف الاركتكتشر اوفر فيو في الاركتكتشر اوفر فيو دايجرام، وان تو اند من اول البروجكت داتابيز لحد الريبورتنج والالرتنج. وطبعا كل ده المسؤول عنه مين؟ النورمال اركيتكت. يجي دور بقى السايبر سيكيورتي اركيتكت، ولازم يفكر ازاي كل السيستم ده ممكن يفشل. طبعا لازم يكون في الاول هو فاهم السيستم ده شغال ازاي end to end. والطرق اللي ممكن نعمل بيها كل ده هي لازم نمشي بيها على خطوات اللي اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت. لو تفتكروا في الحلقة الأولى اتكلمنا إيه عن السكيورتي برنسبلز. تمام. إن عندنا 5 security principles لازم نمشي عليهم، وواحد ما نقربش منه. وفي الحلقة التانية اتكلمنا عن الكونفيدنشياليتي والانتجريتي والافيلابيلتي. تمام. التشيك ليست بتاعتنا اللي بنرنها على السيستم بتاعنا عشان نشوف احنا ايه، احنا في السليم ولا لا. في الحلقة دي هنزود واحدة كمان، وهي الفريم ووركس. زي مثلا الفريم وورك بتاع الناشونال انستتيوشن اوف ستاندردز نست. تمام. نست عملت فريم وورك اسمه سايبر سيكيورتي
فريم ورك. نيست هي مؤسسة أمريكية طلعت فريم ورك اسمه السايبر سيكيورتي فريم ورك أو السي اس اف. السي اس اف عامل زي كده كتيب كده تمشي عليه عشان تبقى في السليم. بداية بالخطوة الأولى وهي الايدنتيفيكيشن او الايدنتيفاي. لازم تعرف ايه اللي في السيستم عندك من يوزرز، داتا، نتورك ديفايسز، سيرفرز، وهكذا. بعد كده في الستيب الثانيه بتبدا تبروتكت الاليمنتس اللي انت عملت لها ايدنتيفيكيشن في اول ستيب. لازم تعرف ازاي تحوي الحاجات دي بعد الايدنتيفيكيشن. ايه هي مثلا الليفل اوف انكريبشن اللي هتستخدمه على الداتا مثلا، ايه الاكسس كنترول اللي هتطبقها وحاجات زي كده. تالت حاجة وهي الديتكشن أو الديتكت. ديتكت إزاي هنتعرف على المشاكل اللي في السيستم. بعد ما استعرف على الشبكات اللي في السيستم تبدأ ترسبوند. تمام، ما انت خلاص عرفت المشاكل تبدأ بقى ترسبوند ازاي هتعامل مع المشاكل دي. واخر ستيب اللي هي الريكفري، عرفت ازاي هتتعامل معاها بقى في الاخر، ازاي تتعافى من المشاكل دي بعد ما ما حلتها. انا عايزك تفكر كانك سايبر سيكيورتي اركتكت وتطبق كل البوينتس دي، تمام، وانت ماشي تمام على الفريم وركس على السيستم بتاعك ده. تمام، طبعا كل ده بيست براكتس، وده مش اللي بيحصل في معظم الاوقات. دايما السايبر سيكيورتي اركتكت بيدخلوه في مرحله الاركتكتشر. تمام، وساعات كمان بيدخل في مرحله الامبلمنتيشن، ودي بتبقى مصيبه سوداء. تمام، وتبقى بكارثه على البروجكت كله وعلى كل الستيك هولدرز. ممكن تقول عليها هو جهل بعيد عنكم لما يكون السيستم اركيتكتشر خلاص ويجي يقول لك ايه الحقني انقذني انجدني. في الحقيقه احنا نقدر نعمل الكلام ده. تمام، نقدر ندخل في الستيب دي ونقدر نابلاي السكيورتي ميجرز، بس ده مش البيست براكتس، ده التيبيكال براكتس. البيست براكتس المفروض ان السايبر سيكيورتي اركتكت يجيت انجيج من اول ستيب، من اول الريسك اناليسيز، وفي كل مراحل البروجكت يبقى انفولفد من اول ريسك اناليسيز، بعد كده يبقى جيت انفولف في البوليسي انفورسمنت، يحط البوليسي اركتكتشر. بعد كده الاركتكت بتاع السيستم في مرحله الامبلمنتيشن لازم يبقى جيت انفولف في مرحله الادمنستريشن وفي مرحله الاوديت والاكسس. في كل السايكل بتاعه البروجكت لازم يبقى جيت انفولفد. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن السايبر سيكيورتي اركتكت والمهام بتاعته، الرولز بتاعته، وازاي يفكر المايند سيت بتاعه، وايه هي التولز اوف تريد او عده الشغل بتاعته. تمام، كل ده احنا اتكلمنا عليه. تعالى بقى دلوقتي نتكلم عن الدومينز المختلفه اللي بيشتغل فيها. دول السايبر سيكيورتي دومينز اللي السايبر سيكيورتي اركتكت لازم يركز عليهم. فمثلا خلونا نبص على نفس المثال اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. مثلا لو عندنا اليوزر السعيد ده، تمام، شغال على اند بوينت ديفايس، واصل بنتورك رايح لابلكيشن سيرفر بيسحب داتا من داتابيز. كل حاجه من دول هي دومين في السايبر سيكيورتي. يعني الايدنتيتي اند اكسس مانجمنت، تمام، انا هنا ببص على اليوزر وبتاكد من الهويه بتاعته، تمام، وهل هو اوثورايزد ولا لا، تمام، ايه الصلاحيات بتاعته. بعد كده ببدا ادخل على الاند بوينت سكيورتي، برضو ده دومين لوحده، وهنا بتاكد ان الديفايس اللي شغال عليه اليوزر ده هو امن وتراستد. تمام، امن وتراستد. بعد كده ببدا ادخل في النتورك بتاعتي، تمام، والنتورك سكيورتي طبعا ده دومين لوحده، والنتورك بتاعتي من رواتر، من سويتشات، من اي نتورك ديفايس لازم تبقى سكيور انف. بعد كده نبدا ندخل على الابلكيشن سكيورتي، وده برضو دومين لوحده، محدش يقدر يخترق الابلكيشن سيرفر بتاعي. وفي الاخر الداتا سكيورتي، تمام، الداتا سكيورتي برضو ليها دومين بتاعها. نتكلم عن كل دومين من دول في الحلقات اللي جايه من سلسله حرص من الهاكرز ان شاء الله.
اللي احنا عايزينه من كل security measures على كل element من elements على السيستم بتاعنا ده، اللي هو احنا نجمع ايه؟ نجمع security telemetry. security telemetry دي زي معلومات عن السيستم بتاعي، تمام؟ معلومات عن السكيورتي ايفنتس على السيستم بتاعي من كل الديفايسز اللي موجوده في الاركيتكتشر. والمعلومات دي ببدا ابعتها للمونيتورنج سيستم بتاعي، زي مثلا السيب سولوشن، عشان ياخد كل المعلومات دي، تمام، ويعمل لها كولوريشن، تمام، ويطلع لنا من الاخر الزتونه، تمام. هل في اختراق في الشبكه او اي مشكله لازم نبدا على اساسها الانفستيجيشنز بتاعتنا. وطبعا في الاخر لازم يكون في ايه؟ في ريسبونس. انا جمعت خلاص السكيورتي تيليمتري دي، اول خطوه، بعت التليمتري ده للمونيتورنج سيستم بتاعي. اخر حاجه لازم يبقى فيه ريسبونس، عشان لو لقيت مشكله لازم احلها باسرع وقت. بس وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده من سلسله تحرص من الهاكرز من السايبر سيكيورتي وورلد. اتكلمنا فيها النهارده عن السايبر سيكيورتي اركتكت نفسه، ايه هي الرولز والمايند سيت المفروض يشتغل بيها في اي بروجكت، وايه هي عده الشغل، التولز اوف تريد اللي بيشتغل بيها عشان يسكيور السيستم بتاعك، والدومينز اللي بيشتغل عليها. وهنتكلم بالتفصيل عن الدومينز بتاعت السايبر سيكيورتي اركيتكت في سلسلة حرص من الهاكرز ان شاء الله. استنوني في حلقة جديدة ان شاء الله الجمعة الجاية من سيكلول از سيرفيس. السلام عليكم.